السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. موضوع إزاي فرنسا صنعت الجزائر من العدم مش مجرد كلام سياسي بيتقال، ده واقع تاريخي مثبت بمصادر ووثائق قبل 1830 اللي هو تاريخ بداية الغزو الفرنسي للجزائر. ما كانش فيه أي كيان سياسي مستقل اسمه الجزائر، اللي كان موجود هو إيالة الجزائر، ودي ولاية عثمانية تابعة للباب العالي في إسطنبول. السلطان العثماني كان بيعين داي والي يحكم العاصمة والمناطق الساحلية، لكن نفوذه ما كانش بيوصل للصحراء ولا حتى للجبال البعيدة. معظم القبائل كانت شبه مستقلة، وكل قبيلة ليها شيخها وزعيمها. يعني من الآخر ما كانش فيه دولة موحدة بالمعنى الحديث، لا دستور، لا مؤسسات، ولا حتى اعتراف دولي. في نفس الوقت، المغرب كان له كيان سياسي واضح ومستقل. السلاطين المغاربة من قرون كانوا بيحكموا من مراكش وفاس، وبيسيطروا على أراضي واسعة من الأطلس لحد الصحراء لغاية تخوم نهر السنغال. المغرب كان عنده جيش، عملة، علاقات دبلوماسية رسمية، ومعاهدات مع قوى أوروبية، لدرجة أن المغرب كان أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777. ده دليل عملي أن المغرب كيان تاريخي ثابت. تيجي بقى فرنسا وتحتل الجزائر. من أول يوم فرنسا ما كانتش شايفة نفسها بتسيطر على بلد مستقل، لا، هم كانوا شايفينها مجرد أرض مفتوحة للاستعمار. ومع مرور الوقت بدأوا يوسعوا في المستعمرة دي، لكن على حساب مين؟ على حساب المغرب بالدرجة الأولى. فرنسا رسمت حدود الجزائر بشكل استعماري عشوائي يخدم مصالحها. مناطق كاملة من المغرب اتقطعت وترمت جو الجزائر الفرنسية. تندوف كانت مركز تجارة مهم مرتبطا بالمغرب. توات، واحات غنية بالتجارة طول عمرها تحت النفوذ المغربي. بشار، منطقة استراتيجية وغنية بالمعادن. عين صالح وعين تيموشنت، أراضٍ صحراوية تاريخيا مرتبطة بالمغرب. فرنسا خدت المناطق دي من المغرب وضمتها لمستعمرتها الجزائرية علشان تعمل كيان كبير يقدر يقف قدام المغرب. والأغرب من كده إن العثمانيين نفسهم ما كانوش بيحكموا المناطق دي ولا ليهم وجود فيه. المغرب ما وقفش ساكت. بعد استقلال الجزائر سنة 1962 المغرب طالب فرنسا والجزائر الجديدة بإرجاع الأراضي دي، خاصة إن فيه اتفاقيات ومعاهدات فرنسية مغربية سابقة بتؤكد مغربية المناطق دي. لكن القيادة الجزائرية رفضت، وقررت تحتفظ بالمكاسب اللي فرنسا ادتها ليها. وبدل ما تقول شكراً، بدأت تتبنى خطاب عدائي ضد المغرب، وتتهمه إنه عنده أطماع توسعية. المغرب اللي ليه تاريخ طويل كدولة اتسلب جزء من أرضه بسبب الاستعمار الفرنسي. الجزائر اللي فرنسا خلقتها ككيان بقت هي المستفيدة من الأرض اللي اتخذت من المغرب. وعلشان نفهم الصورة أوضح، كلمة الجزائر نفسها ما كانتش بتعني دولة زمان، هي في الأصل اسم المدينة الجزائر العاصمة، اللي سموها كده عشان الجزر الصغيرة اللي قدامها. فرنسا بقى خدت الاسم ووسعته على مساحة شاسعة من الأراضي اللي جمعتها من كل حتة، شمال وجنوب وغرب. فاللي بيقول الجزائر دولة قديمة لازم يجاوب، فين كانت الدولة دي قبل 1830؟ فين العملة الوطنية؟ فين العلاقات الدولية؟ فين الحدود المعروفة؟ مفيش. كل ده اتعمل في فترة الاحتلال الفرنسي. أما المغرب فهو كيان تاريخي مستمر من قرون. أيوة، مر بفترات ضعف، بس عمره ما كان اختراع استعماري. بالعكس، هو اللي اتقطع منه لصالح خلق كيان جديد اسمه الجزائر.
C'est ça l'idée. Seront la D de Tarnon. الخلاصة، فرنسا هي اللي صنعت الجزائر من العدم على حساب المغرب، والمغرب هو اللي اتظلم تاريخيا وخسر أراضي غنية واستراتيجية. وللأسف الجزائر الحديثة بدل ما تعترف بالحقيقة مكملة في خطاب عدائي تجاه المغرب، رغم أن وجودها نفسه هو نتاج للهندسة الاستعمارية الفرنسية. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.